عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتكم وليد السحار. أم، اولا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه خلاص دخلنا، بقينا يعني 15 يوم في السنه الجديده. المفروض الحلقه دي كانت تبقى من بدري، في بدايه السنه بالظبط، ولكن هي اتاخرت شويه. طبعا ده نتيجه لانقطاعنا عن القناه، ولكن رجعت لكم النهارده بحلقه مهمه جدا، وهي عن التخطيط وازاي نعمل اهدافنا بشكل صح. التخطيط هو سر نجاحك في اي حاجه، او اي حاجه انت اي شيء انت بتعمله. واي خطه انت هتعملها هي مهمه. عموما التخطيط ده مهم، سواء لاي فرد، سواء للاشخاص الكبار او الشباب، ولكن هو مهم بشكل اكتر للشباب وحديث التخرج وللشباب الموجودين في الثانويه العامه. عشان كده النهارده هكلمكم عن التخطيط، و ولكن بشكل اكثر تخصصا. يعني هكلمكم عن الاهداف، ازاي تعمل اهداف، او ازاي تعمل اهداف بشكل ذكيه. طبعا علماء الاداره او المتخصصين في الاداره بيقولوا لازم عشان يكون ان انت تعمل هدف، لازم الاهداف بتاعتك بتكون ذكيه او اهداف سمارت. الاهداف السمارت دي بيتوافر فيها مجموعه من الصفات. طبعا هو سمارت دي اختصار ل5 كلمات، كل حرف بيرمز الى كلمه. تعالوا خلينا نطبق بشكل عملي على هدف واحد. مثلا وزنه، ده المثال الشهير اللي ناس كتيرة بتستخدمه. واحد مثلا وزنه حوالي 90 أو 100 كيلو، وعاوز بيقول مثلا أنا عاوز أخس، أو عاوز يبقى جسمي حلو. طيب خلينا نقول عاوز يبقى جسمي حلو، ده مش هدف، وده فعلا مش هدف. طيب لو جينا طبقنا بقى المعادلة بتاعت سمارت جول أو سمارت أوبجيكتيف، إن أنا بقى إزاي أخلي الهدف ده هدف ذكي أو هدف سمارت. أول حاجة عندنا حرف الاس. حرف الاس دي اختصار لكلمة specific، يعني محدد. خلينا نطبقها بقى على المثال ده. حرف الاس او محدد، ان انا يكون جسمي حلو، لا هتبقى انا عاوز، انا محتاج اخس. فانا كده حددنا الهدف، بقى هدف محدد. تاني حرف measurable او قابل للقياس. لو جينا طبقناه measurable، هو مثلا دلوقتي انا محتاج اخس 30 كيلو، فانا كده الهدف بتاعي قابل للقياس، سواء انا وصلت لل 30 كيلو، ما وصلتش، او حققت جزء منها، حققت نسبه من ال 30 كيلو، فنقدر نقيس عليها بعد كده، بعد نهايه المده اللي انا محددها دي. فانا اقدر اقيس على ال 30 كيلو دول. ثالث حرف هو حرف الاي، achievable. achievable يعني انا قادر احقق ده ولا ما اقدرش. طبعا ده بيعتمد على مقدرتك، انت شايف ان انت مقدرتك وارادتك وعزيمتك تأهلك لكده ولا لا. ندخل بقى على رابع حاجة او رابع حرف، هو حرف الار. حرف الار ده هو realistic. دي تعتبر انا بعتبرها من اهم نقطة، عشان في ناس كتيرة بتتلخبط فيها. رياليستيك ده واقعي، لازم تكون واقعي جدا وانت بتكتب الاهداف بتاعتك. طيب خلينا نشوف ونعاير حرف الار ده اللي هو واقعي. الواقعية دي بتنطبق على ال 30 كيلو اللي انت عايز تخسهم. مستحيل، خلينا نقول ان هو مستحيل شخص يقدر يخس 30 كيلو. ومعنى كلمة مستحيل دي ان هو شخص يعني انت ما تقدرش تحققها، لا يمكن تحقيقه. فلما نيجي
ولكن عايز اقول بس حاجه، هو انت تقدر، اللي يقدر يحقق 30، اللي يقدر يخس 30 كيلو ده هو الاشخاص اللي هم يعني ذوي الهمم، اللي هم العاليه جدا، ولكن هم يعني قليله، ناس قليله جدا. فهو الطبيعي او الواقعي ان انت تقول رقم يناسبك. فخلينا نقول مثلا 10 كيلو، فانت هتخس 10 كيلو مثلا، او وليكن 15 او 10 كيلو، عشان يبقى هدف واقعي. خامس حرف والاخير هو timed او timed bond، هو محدد بوقت. لازم الهدف بتاعك يبقى محدد بزمن معين. انا مثلا عايز اخس 10 كيلو في خلال 30 او في خلال مثلا 3 شهور، 3 شهور او 90 يوم. تمام، يبقى احنا كده الهدف بتاعنا بقى سمارت. خلينا دلوقتي نفرش الهدف بتاعنا كده، او نكتبه بشكل بقى بشكل بقى ايه سمارت، او هدف بشكل انه بحيث ان هو يكون هدف ذكي. هدف انا محتاج اخس 10 كيلو في خلال 90 يوم او في خلال 3 شهور. يبقى الهدف بتاعنا دلوقتي بقى هدف محدد، هدف قابل للقياس، تقدر تقيسه. ان انت لو خسيت مثلا 9 كيلو او 8 كيلو خلال الثلاث شهور، يبقى انت كده لو خسيت 8 كيلو يبقى انت كده حققت 80% من الهدف. هدف اتشيفبل، هدف رياليستيك، واقعي فعلا. على 10 كيلو دول يعتبروا واقعيين جدا. واخر حاجه محدد بزمن، وان هو ان انت في ديدلاين للهدف بتاعك، وهو الثلاث شهور. فمن نهايه الثلاث شهور هتيجي تقول هتيجي تقيم نفسك، انا حققت والله 80% او 90% من الهدف بتاعي، وتدي لنفسك سكور على الهدف بتاعك. ده كان خلاصه السمارت جول او السمارت اوبجكتيف، اللي احنا ازاي نعمل هدف ذكي. لو عايزين تقروا اكتر برضو عن سمارت جول، ازاي تعمل هدف ذكي، هسيب لكم شرح ليه في الديسكريبشن، ولينك انت ممكن تدخل على جوجل وتدور اكتر على ايه هو السمارت جول او السمارت اوبجكتيف. تقدروا تتابعوني في قنواتي على السوشيال ميديا، وليد السحار، على فيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام. وتابعوني على القناة. تقدروا تعملوا، لو الفيديو عجبك تقدر تعمل لايك وسبسكرايب والاشتراك لو انت لسه مش مشترك، وتفعيل زر الجرس. وكان معكم وليد السحار، والسلام عليكم.